أعزائي المشاهدين، انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة، والمباراة انتهت بهزيمة مذلة لنادي الزمالك 2-1. المباراة يعني في الأسبوع الخامس، وانتهت المباراة بهدف أحرزه ناصر ماهر في الشوط الأولاني 1-0، وأحرز وادي دجلة في الشوط الثاني في حوالي 7 دقايق هدفين. نرجع المباراة بصراحة، يعني احنا اتكلمنا قبل كده، وانا كلمت حضراتكم من حلقات سابقة، قلت لكم يا جماعة ان الزمالك السكواد بتاعه ضعيف جدا، لا يرتقي ان هو ياخد دوري ولا كاس ولا كونفدرالية، وقلنا الكلام دوت. انكشف الزمالك اليوم امام وادي دجلة، ولسه هينكشف لسه قدام المصري وبيراميدز والاهلي والفرق التانية. وحذرنا كذا مره ان الزمالك السكواد بتاعه مش عالي. انت جايب لي شيكو بنزا وشيكو منزا، وجايب لي اخوان الفينا، وجايب لي لعيبه وعدي الدباغ وادم كايد. اللعيبه دي لا تصلح فعلا للزمالك، المفروض يبقى في عين ثاقبه. انما انا شفت جون ادوارد لما جاب اللعيبه، قلت عليه اللعيبه من اول ماتش ما لعبوا. ادم كايد باصي لناصر ماهر، قلنا اللعيب كويس. شيكو بانزا يجي يتنطط شويه ويخش مش عارف ايه. اخوان الفينا يخش بيجيبوا له واحد اطول منه بثلاث مراحل، ما بيعديش منه. انت راكن عندك اللعيبه. بالنسبه لفريرا مدرب الزمالك، انت عندك محمد اسماعيل، عندك صلاح مصدق ده في الدفاع، عندك ناصر ماهر، عمرو ناصر، عندك لعيبه تانية، والجزيري سيف الجزيري. تقعد تتخانق مع سيف الجزيري، لا انت مش هتلعب، لا لعيبه شمال وينج. التاني دوت راكن لي مش عارف مين بره، صلاح مصدق، ومنزل لي حسام عبد المجيد، وينزل لي حمدي الونش اللي النهارده. يعني لعيب لو جبت لعيب ناشئ مش هيعمل، راح تتخانق انت متعادل ولا خسران، وروح تطلع تضرب المدافع باي ثقافه واي احترافيه ان انت لعيب بتعمل كده. المدرب والاداريين فين؟ انا ما اعرفش. ومجلس الاداره، انا لا اعتقد ان الزمالك هياخد حاجه السنه دي. فرقه وادي دجله لسه صاعده من الدوري العام دوت. انت هتيجي بالمستوى بتاعك، انت ما فيش حد لعب النهارده الا يمكن عمر جابر اللي هو 33 سنه واكبر الناس سنا، اللي هو كان بيجري ويرجع ويدافع ويطلع ومش قادر. اللعيبه التانيه فين؟ ناصر ماهر بيقعد يتدلع، بقاله اتكلمت عليه من ماتشين. عبد الله السعيد تنزله شوط، حسام عبد المجيد والتاني دوت وحمدي الونش. انتوا يا جماعه غير غير طريقه. انت فكرك عقيم يعني بصراحه. مدرب الزمالك فكره عقيم. عندك محمد عواد، وعندك مهدي سليمان. انت مش هتحط محمد صبحي يقعد يلعب المطوشه والتانيين يقعدوا يتفرجوا عليه؟ يعني محمد عواد كان قاعد في المدرجات بيتفرج على الماتش. طب ليه انت راكن الناس ديت؟ انت هتعمل ماتش، انت مش بتلاعب ريال مدريد ولا برشلونه ان انت ثابت على التشكيل. انت فكرك ما عندكش فكر. الاهلي امبارح برضه بيراميدز ضيع الاهلي وكسبوا 2-0، والاهلي ما كانش برضه على المستوى ان هو يلعب كوره ويجاري نادي بيراميدز بيلعبوا. المدرب ده هيضيع الزمالك. لو جبت مدرب تاني مصري كان ايمن الرمادي، كان مدرب 10 على 10 وفاهم امكانيات اللعيبه. انما ده مش فاهم امكانيات اللعيبه، بيلعب بلعيبه. الراجل ده كان بيلعب في دوري تاني ولا دوري ضعيف، مش فاهم فرقه ولا عارف يوظف اللعيبه صح، ومرتكز على لعيبه. عدي الدباغ والله العظيم انا ما شفته النهارده. لكن انت ما عندكش، انت بتيجي بتدي كل حاجه صلاحيات للمدرب. المدرب مش فاهم كوره. انا قلت وعدت وزدت، والمره الاخيره احذروا ان الزمالك هتحصل سقطات، وسقطات كبيره جدا. دفاع الزمالك لو ما اتظبطش في محمد اسماعيل وصلاح مصدق، صدقني اقسم بالله ان الزمالك مش هيلعب كوره، وهيبقى في المستوى، وهينزل درجات تاني، وهينزل هيبقى في ممكن
العاشر، ال 12، ال 13. فجمهور الزمالك ما تفرحش ان الاهلي خسر امبارح. الاهلي ما خسر امبارح، المدرب ما كانش كويس، لكن انت اللعيبه السكواد عندك ما فيش سكواد. سكواد الاهلي شغال كويس، بس عاوز مدرب وتوظيف كويس. هيتوظف لما يجي المدرب هيشغل الفرقه. لكن انت ما عندكش، انت هتيجي الخامه عندك او القماشه، ما فيش قماشه. انت مشيته وجبت مدرب وتقول ده مدرب كويس وبيعمل كذا وبيسوي كذا ورخيص، ده ب 25,000 ولا ب 20,000 دولار وجايبه فين يا عم؟ انا مش عاوز واحد رخيص ولا واحد، انا عاوز مدرب يوظف اللعيبه. عاوز واحد مكتشف يكتشف لعيبه. انت عندك لعيبه في الدوري كويسين، انت مش قادر توظف ولا تجيب ولا تعمل. فالقماشه بتاعت الزمالك اتهلكت بالظبط كده. لما تجيب قماشه، لا شيطه، القماشه شيطه. ف... فنرجع تاني، فين حسين لبيب؟ حسين لبيب انت ما تيجي ترجع يبقى معاك اتنين زي ميدو وحسين وحازم امام. حازم امام، جون ادوارد، برضه ما فيش التوجيه الصح من بعض اللاعبين السابقين للزمالك، عندهم خبرات وفنيات زي حازم امام وزي ميدو وزي حسن شحاته زي فاروق جعفر. دول تبقى فيه لجنه فنيه. انا ما اديش الفرقه واسلمها تسليم اهالي لجون ادوار. جون ادوار راجل بيحب الزمالك، لكن ما فيش خبرات، ما كانش لعيب انه يفهم لعيب. انت لو جبت، بعد اذنك، لو جبت مشجع، اصغر مشجع لو عنده 6 سنين ولا 7 سنين، مشجع زملكاوي صغير، هيقول لك اللعيب ده كويس، اللعيب ده مش كويس، اللعيب ده. لكن انتوا بصراحه يا جماعه، حسين لبيب وهشام نصر مدربين باسكت بول وكره يد وهاند بول، انما كمدربين ككره قدم مفيش احترافيه ولا معرفه باللاعبين اللي جايه نادي الزمالك. لازم يبقى فيه لجنه فنيه متخصصه وناس بتفهم كوره. انما انا مش شايف ان في لجنه فنيه بتفهم في الزمالك. جون ادوار مع المجموعه بتاعته، مع اللجنه بتاعته، مع الشركه بتاعته اللي شغاله على صفقات نادي الزمالك. كل صفقات الزمالك كلها بطيخ، مفيش، وبطيخ قرع. فلازم يراجع نفسه تاني، لا اما كده هتبقى في مشاكل وهتعيد المشاكل تاني، وهتبقى فرحه ضاضه في الزمالك وانتوا فاهمين. هترجعوا وهتقفوا وهتستنوا على الفرقه وهتسلموا الزمالك، فرقه الزمالك، لجون ادوار ولجنه مش فاهمه كوره. الزمالك هيقع هينزل مستوى سادس وسابع. الاهلي وبيراميدز والمصري والفرق الثانيه هتطلع فوق. سيبك من اول 3 4 مطوشه وخمس مطوشه، كل ده جس نبض. انما ميزه الاهلي ان هو بيسترجع مستواه وبيلم مشاكله في فتره قصيره جدا. انما الزمالك من النهارده خد عندك ماتشين ثلاثه، والفتره اللي جايه كلها هتبقى مشاكل. فريرا لازم تراجعوه، ولازم يبقى فيه محاسبه، ولازم يرجع تاني سيف الجزيري وناصر ماهر وشريف يرجع ومحمد اسماعيل وصلاح مصدق يلعبوا، واحمد ربيع يلعب خط وسط مع محمد شحاته ومع دونج. وبعدين انت منزل لي احمد فتوح لسه ما رجعش، بيطلع لي بنتايكو، بتنزل لي احمد فتوح ما بيرجع الكوره اتنين وراح مدخلين الجون التاني. يا جماعه، المدرب انت بتعمل بتكيل بمكيالين. وصبحي المفروض صبحي احسن من الاثنين، بس ريحوا شويه. ماتش انت مش بتلعب مع ريال مدريد وبرشلونه، فلازم مراجعه فيريرا ويرجع تاني، ومراجعه جون ادوار في الصفقات. انا مش عاجبني الصفقات كلها الا صفقه محمد اسماعيل وشريف، والتاني دوت اللي هو عمرو ناصر. بعد الصفقات التاني وجزء برضه من اخوان الفين. انما باقي الصفقات كلها بعد اذنك دي كلها يعاد النظر فيها مره اخرى. لو ما عدتش النظر في هذه الصفقات، صفقات فاشله هتجيب الزمالك ورا. انت عاوز استعاده قوه الزمالك وهيبه الزمالك
في قوته في استعاده البطولات، في الصفقات، في لعيبه تتحمل، لعيبه اجسامها. انت بتشوف دلوقتي نادي زد، نادي سيراميكا، نادي مودرن فيوتشر، نادي نادي وادي دجله، اجسام اللعيبه قويه واجسامها واقفه على حيلها. انما الزمالك مش واقفين على حيلهم خالص ولا عارفين، وكل واحد يجي يقول لك هجدد محمد السيد، حسام عبد المجيد، اللي هو بيجيد. يا جماعه لازم احنا نقف وقفه، عيد النظر في الصفقات، وتعيد النظر في المدرب. المدرب لا يصلح لنادي الزمالك. انت تجيبه ده، فيريرا ده، يصلح لفرقه درجه ثالثه درجه رابعه، ما يصلحش درجه ثانيه. انا بتكلم وبقول وبحذر للمره المليون. قبل كده الحلقات اللي فاتت، راجعوا الحلقات، قلت لكم سكواد الزمالك سيء جدا، هتتكشف صفقات الزمالك مع المباريات. ده انا قلت مباريات زي الاهلي هنكشف في صفقات الاهلي، بيراميدز والاهلي والمصري. لكن مع الفرقه الثانيه، مع المقاولين انكشف، مع وادي دجله انكشف. ده النهارده يعني هي هزيمه قاسيه ومذله. ده وادي دجله المفروض كان دخل جونين 3 اجوان تاني بالانفرادات بتاعته. الحاجه المهمه بقى، اللعيب زي الونش، انا ما عنديش الغرور والكبر في الونش ان هو يضرب. انت فرقتك منهزمه، مهزومه 2-1 وراح تضرب. يعني انت عاوز تخرج ولا تعمل مشكله ولا تخسر فرقتك؟ فده مفروض يبقى في عقاب مالي وعلى الونش، غير ان هو يقف في المباريات 3 4 ماتشات. انا مش شايفه اصلا مستواه كويس. انا شايف محمد اسماعيل وصلاح مصدق الاثنين لو وقفوا ولعبوا مع بعض الاثنين، يعني بصراحه احسن من حسام عبد المجيد والونش. حسام عبد المجيد عاوز يجدد، فهو بقى بيقول لك انا مش هجدد لما العب، هجدد لما العب في الملعب وما اطلعش. يبقى دوت لا، مع السلامه. الونش هتقعد تتنك على الفرقه، لا مع السلامه. انا عندي 2 كويسين، عندك الزناري برضه يبقى ايه، شغاله شويه. انما المدرب مدرب اقسم بالله عقيم جدا وفاشل، لا فاهم كوره ولا فاهم اي حاجه. ده كان بتاع باسكت بول، بتاع هاند بول، لكن ده المدرب لا يصلح لنادي الزمالك. فنرجو ان مجلس اداره نادي الزمالك يتدارك الموقف في واعاده النظر في الصفقات، وفي فيريرا، ان هو يشوف الصفقات. وانت عندك، انت داخل في يناير ما تداركتش الموقف، الزمالك هينزل، هيبقى لا هتخش بطولة افريقيا، عاوز انت تخش المركز الثاني، تخش في الدوري مركز اول ولا مركز ثاني، لا انت هتخش مركز سادس ولا مركز سابع. انا بتكلم وكل الزملكاويه هيزعلوا مني، لكن انا بتكلم وبحذر وبقول. قلت قبل كده جميع اللعيبه الفلسطينيين، عدي الدباغ وادم كادي، الاثنين تعبانين، دول تشيلهم من الفرقه. هات مصريين، مش حكايه فلسطين وغزه وبتاع. الناس دولت يعني احنا على دماغنا وربنا فك اسرهم، لكن الاثنين لعيبه مش على مستوى. شيكو بنزا لعيب بيجري، لكن ما فيش فكر. تحس انه عنده هستيريه في الجري، لكن بدون تركيز وبدون وعي في عمل هجمه مرتده او ياخد كوره ويباص وبصيره، ما فيش حاجه خالص. فنرجو من الزمالك ومجلس ادارته اعاده النظر في الصفقات وفي المدرب فاشل. جرب وظبط مدرب تاني يكون بديل وسبير ليه في الفتره القادمه.